عرفتي بالخيانة تعملي معاه هو ايه؟ النهاردة هنتكلم تعملي ايه مع نفسك انتي. تمام؟ اول حاجة هتعمليها مع نفسك هي هتشقلبي حالك. يعني ايه تشقلبي حالك؟ يعني اقفي كده شوية في المراية، بصي لنفسك. بقالك كام سنة ناسية ايه؟ بقالك كام سنة مش مهتمية بنفسك ازاي؟ حتى لو انتي مهتمية بنفسك، يا ترى اشقلب دنيتي ازاي؟ لما بتشقلبي دنيتك وحالك مش عشان هو يبص، لا، عشان انتي تبصي على نفسك بعين جديدة. كل ما هتكتشفي حاجة حلوة في نفسك كل ما ثقتك في نفسك هتزيد اكتر. لما بنيجي نقول للستات غيروا نفسكم، بيهتموا اكتر باللبس ولون الشعر والجسم. مهم جدا طبعا، يعني مهم جدا. المليانة تنزل في الوزن مهم جدا لنفسها. اللي مش مهتمية بلبسها مهم جدا تتابع الألوان الجديدة ايه والموضة ايه. مهم قوي ليكي انتي. مهم قوي ترجعي بنفسك سنين كتير قبل الجواز، لما كان هو بيشوفك بعين تانية كان بيحب فيكي ايه. لكن الأهم، أما بقولك شقلبي نفسك، شقلبي نفسك من جوه. يا ترى انتي بقيتي يعني اكثر صرامه من المسؤوليه اللي تعرضتي لها مع الولاد ومعاه؟ يا ترى الاحداث اللي عدت عليكي دي هزتك من جوه فخليتك شويه كئيبه شويه حزينه؟ لا، انا مش عايزه ده. لا، شقلبي نفسك. يعني ايه شقلبي نفسك؟ يعني ادور على حاجات مرحه انا بحبها واعملها. كتاب جميل، اطلب استشاره ومساعده من حد افضفض معاه، حتى لو هي صديقه، بس اكون بثق في رايها وتكون حكيمه وتكون عاقله، تساعدني وتاخد بايدي اعدي المنطقه اللي انا بسميها المظلمه. هو نفق مظلم هتمري منه، هتطلعي بعده لدنيا جديده ونور جديد. هتكتشفي حاجات جميله في نفسك وفي الدنيا، وهتكتشفي انه مش محور الكون. اهتمي بنفسك من فضلك.